خالتي عصام الحليمي، مساعد مدرب نادي شباب الوفاق الرياضي لكرة القدم داخل القاعة. أول حاجة نشكر جميع مكونات نادي شباب الوفاق الرياضي، سواء من المدربين سواء من الإداريين. كنشكر جميع اللاعبين على الروح القتالية طول الموسم. الحمد لله كانت معاناة كثيرة بحكم التجربة، عرفنا نتغلبوا عليها. الحمد لله الحمد لله الأمور كانت في الطريق الصحيح وحققنا منشأ. القسم الوطني الثاني بالنسبه لجميع المباريات تقريبا كان عندنا كاملين بحال السد بحكم التجربه، عرفنا نجريو المباراه تلو مباراه. والحمد لله برضا الوالدين بالمجهودات ديال اللاعبين سواء من الستاف عرفنا نجاروا الموسم، والحمد لله في الاخر حققنا الاهم. بالنسبه للمباراه بكل صراحه كانت صعيبه بزاف، كانت ضغط سواء على الستاف سواء على اللاعبين. ما دخلناش في الشوط الاول كيف ما كيعرفوا شباب الوفاق البيضاوي شباب الوفاق الرياضي. الحمد لله خرجنا منهزمين ب 1-0 في الشوط الاول. عرفنا نرتبوا الامور ديالنا في مستودع الملابس، عطينا التعليمات للاعبين، دخلنا بواحد العزيمه وبواحد الاراده، والحمد لله اللاعبين كانوا كما كنقولوا كانوا رجال. والحمد لله في نهايه المقابله حنا كنا منتصرين الحمد لله. بالفعل هذا شرف لنا بالنسبه لنا حنا كبليس بالنسبه لدار عزه، لانه اول فريق اللي كيحصل على لقب باش يكون في البروميير سيري ديال هذا العام هذا، وسيرتو في فوتسال، لانه هذا واحد الشرف كبير لنا بالنسبه لهذه المدينه اللي نشا سيدنا في مده ديال 10 سنوات، واللي هي غاده في ازدهار يوما بعد يوم. وكذلك كنشكروا السيد العامل من هذا المنبر هذا اللي قام بواحد المبادره طيبه اللي هي فيها 3 مليار، اللي من ضمنها واحد القاعه مغطاه اللي غادا دار دابا، لانه هو السيد العامل قام بواحد المجهود كبير من طرف المبادره الوطنيه مشكور من هذا المنبر هذا، اللي فيها قاعه مغطاه وفيها واحد الفضاء اللي هو كنقولوا على في فضاء الالعاب ديال الوليدات، وفي واحد الفضاء مساحه اللي هي خضراء، وواحد المتنفس كبير منتزه كبير، وكذلك فيه واحد النقل اللي هو غيمشي حتى لبن عبيد. وكنشكروا السيد العامل من هذا المنبر لانه عاطي واحد الاهتمام كبير بالنسبه للرياضه ولا للفضاءات، وكنشكروا على هذا المجهود هذا من هذا المنبر. وحنا جد مسرورين بهذا الفريق اللي طلع لنا في البريمير ديفيزيون في الفوتسال، وهذا شرف لنا كبير. وكيرجع الفضل الكبير للمجهودات للمسؤولين لانه عاطين واحد الرعايه كبيره لهذه المدينه. وشكرا جزيلا للشوف للقناه ديالكم ولا المنبر الاعلامي ديالكم، لان قمتوا بواحد المجهود ومشكورين به، لانه شجعتوا هاد الوليدات هادو، لان انتم قمتوا بواحد الدور كبير، عطيتوا واحد الحافز معنوي لهاد الوليدات، لانه سيرتو ملي جاوا لقاوكم متلقين لهم عطاتهم واحد الفرحه كبيره. وكنشكركم، وكنشكر كذلك السيد العامل ولا السيد رئيس الجامعه اللي تاهما ساهرين على هذه الفروق هذه الاحياء. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. شكرا للمنبر الإعلامي زوم تي في نقل هذا حفل تتويج فريق شباب الوفاق اللي ان شاء الله غادي يكون في يشرف منطقه الرحمه دار بوعزه اقليم الوصر بالقسم الوطني الاول. كما كتشوفوا الان وصلوا اللعابه من بعد ما اداو واحد المباراه هيتشكوكيه بمدينه الزمامره. المباراه اللي كانت ضمن مباراه السد مع فريق اسود الشاويه. اللعابه تبارك الله راهم فرحانين معنا اليوم، جميع اللعابه الطاقم التقني كما كتشوفوا. كانت واحد الفرحه ديال جميع اللعابه اللي كتشوفوها هما وليدات ديال الرحمه، هادو كلشي اللي تبارك الله عليهم. كانت واحد الروح قتاليه ومثلوا منطقه الرحمه، مثلوا منطقه دار بوعزه اقليم الوصر احسن تمثيل. 4 سنوات ديال المعاناه في القسم الوطني الثاني. اليوم بفضل الله وبفضل هذا الطاقم التقني والاداري ديال الفريق شباب الوفاق فهما وصلوا للقسم الوطني الاول. صراحه غادي ناخذوا ابتسامات ديال الدراري معنا باش يعطيونا ابتسامات ديالهم. معنا رشيد جو كلشي تبارك الله عليكم. عدينا كابتن، هذا عديناه الكابتن عميد الفريق. صراحه اللاعب اللي عطى شيء الكثير للفريق هذا.
اليوم مبروك عليكم الصعود. شنو الرساله اللي تبغي توصل للطاقم التقني واللاعبين اللي كانوا معك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كنشكر اللاعبين والطاقم التقني والاداري ولا جميع اللاعبين، بالاخص اللاعبين اللي ضحاو طول الموسم بالمعاناه، وكان بعض المعاناه اللي عاقبت الفريق باش ما صعدش من الاول. الحمد لله مشينا للبراج وعرفنا كيفاش نصعدوا الحمد لله، وهذا بفضل ربي. وكنشكر جميع اللاعبين ولا الطاقم التقني ولا الاداري، كنعاود نشكرهم على المجهودات الجباره اللي قاموا بها طيله الموسم، يعني بعد واحد المسار طويل الحمد لله. كنشكر اللاعبين كنشكرهم، وكنشكر الطاقم التقني اللي كيدير واحد المجهود وكيسهر باش كيوفر للاعبين في واحد الاجواء اللي يقدموا المقابلات ديالهم في احسن الاجواء الحمد لله. وشكرا للجميع وشكرا اللي ساند الفريق وما خافش الظن الحمد لله. والصعود اللي كان هو السر ديال النجاح ديال طيله الموسم. وشكرا. شكرا. اذا التماسك ديال اللاعبين ديال الفريق ديال الشباب الوفاق تبارك الله عليهم. الشباب باقيين في السن، باقي عندهم ما يعطيو. نتمنوا انهم لما لا نشوفوهم ضمن النخبه الوطنيه داخل القاعه. هذا صراحه المقابله اللي دوز يعني اليوم كان احسن، وصراحه كل شيء كان كيقول لك علاش هذا اللعاب هذا انه يكون في القسم الثاني. الحلم تحقق لكم ان شاء الله غادي تكونوا في القسم الوطني الاول، ونتمنوا نشوفوكم حتى داخل المنتخب الوطني. هادشي اللي كاين بعد معاناه ديال 4 سنين في القسم الوطني الثاني. الحمد لله رجعت الوفاق للمكان ديالها الحقيقي اللي هو القسم الوطني الاول، حيت حرام الدراري هذا بهاد لاكاليتي هادي يبقاو في الدوزيام سيري. كنشوفوا معاناه بزاف في الدوزيام سيري بلا ما نبقاو ندخلوا في لي ديتاي. المهم الحمد لله اليوم وفقنا الله وتأتى لنا الصعود، وان شاء الله كنواعد الجماهير ومتشبعين ديال هذا النادي هذا باللي راه ان شاء الله ماشي غنطلعوا غير باش نشوفوا الاجواء وغنهبطوا، غنطلعوا ان شاء الله باش نلعبوا على اللقب ولما لا المنافسه وتشريف هذه المنطقه. وكنشكر الطاقم التقني والطاقم الطبي وكاع اللاعبين، والحمد لله اللي خدم على شي حاجه راه تيوصل لها. شكرا. رشيد بن حيله من ابناء ديال المنطقه ديال الرحمه. هذا ترعرع في فريق ديال الشباب الوفاق منذ الصغر ديالو. اليوم كان كيطمح للحلم ديالو انه يلعب في القسم الوطني الاول. الحلم ديالك هو تحقق بفضل المجهودات ديالكم تبارك الله عليكم، كنتوا رجال حققتوا الصعود للقسم الوطني الاول. الاصدقاء ديالك الطاقم التقني شنو تبغي توصل لهم اليوم بهذه المناسبه؟ صراحه كنشكر جميع المدربين، لا من تم حموده، لا من كلشي، من عبد الصمد، لا من نبي، لا من طارق، كلشي صراحه نشكر اللعابه على المجهودات الجباره. وشكون ان شاء الله نقول الكلمه ديالنا في البريمير سيري. وكنشكر كلشي وهنيئا الفريق العائله الشباب الوفاق. اذا كما كيقول لك راه الشباب الوفاق هذو راهم عائله، وليدات ديالنا وليدات المنطقه. الحمد لله حققوا الصعود للقسم الوطني الاول. ان شاء الله نبغوا نشوفوهم مع المنتخب الوطني لما لا باش يشرفوا هذه المنطقه ديالنا. الحمد لله راه المنطقه ديال الرحمه ومنطقه ديال دار معزه بصفه عامه فكتسخر بواحد المواهب رياضيه. شكرا لهاد اللاعبين هادو، شكرا للطاقم التقني، شكرا للاداره، شكرا لجميع الناس اللي دعموا هذا الفريق ودعموا هاد الوليدات هادو باش يوصلوا للقسم الوطني الاول. شكرا لزوم تي في اللي تبعت معنا الحدث ديال التتويج ديال الفريق. الدكتور معنا اشرف الطبيب ديال الفريق اللي حضر معنا في جميع المقابلات، كانت عنده تقريبا راه يعني دوز جميع المباريات ديال اللي لعبوا في القسم الوطني الثاني. التماره ديالو كامله اللي ضرب مع الفريق ومع الوليدات الحمد لله جابت الاكل ديالها. كيفاش كان الوليدات وكيفاش استعدوا لهذه المباراه؟ اول حاجه كنشكروا الطاقم التقني كامل على المجهودات الجباره اللي قام بها. صراحه عام ما كان ساهل، تقريبا 4 سنين ماشي ساهله باش ملي نزلوا الدراري من القسم الوطني الاول لقاو بزاف ديال الصعوبات، والحمد لله اليوم تغلبوا عليها. كان اليوم الدراري على اتم الاستعداد والحمد لله قدموا مباراه قويه. الحمد لله حنا شفنا المباراه الحمد لله قدموا مباراه قويه. صراحه الدراري ما يستاهلوش يكونوا في قسم وطني ثاني، داروا مباراه قويه بزاف. والطاقم التقني صراحه المجهودات اللي قام بها راه ما غاديش نوصفها لك. كان الدراري كانوا على الاعصاب ديالهم والحمد لله الدراري توفقوا وحققوا الصعود. وان شاء الله كيف ما قال الصديق مصلي ان شاء الله ما غاديش نطلعوا باش نشوفوا الاجواء ولا ان شاء الله المنافسه على اللقب. وان شاء الله ان احنا تقريبا احسن فريق في مدينه الدار البيضاء
بشهاده الجميع واكدناها اليوم، ودائما ان شاء الله غادي نكونوا في الموعد. وهنيئا الفريق الوفاق البيضاوي. شكرا لك دكتور، شكرا على التضحيات اللي درتي مع الوداد. الطاقم المكتب المسير، احد اعضاء ديال المكتب ديال المسير، صراحه المعاناه اللي عشتوا هذا العام خصوصا عرفنا يعني كان عليكم واحد الضغط لا من طرف المجموعه ديال الاشخاص، وكما تبعنا الاحداث اللي كان وقعت لكم بان اعاده ديال المباراه في العيون، يعني مجموعه ديال المشاكل هذه، كيفاش حاولتوا انكم تحققوا هذه المشاكل هذه وتحققوا الصعود للقسم الوطني الاول؟ اولا بعدا كاينه بادئا بالبدء غادي نشكر فضل من الله، بعدا وفضل من اللاعبين اللي هذه المجهودات ديالهم اللي خلاو ان هذه السنه ما تمشيش هباء منثورا. كما قلتي ان المشاكل اللي عانى منها الفريق يعني لا داخل الميدان لا خارج الميدان، والعراقيل اللي كانوا في الخفاء، الحمد لله ان الدراري حاولوا سميتو ما يركزوش على هذا الشيء وما يتاثروش، وكان الطاقم الاداري على راسهم نبيل ولا السي طبيب اللي كانوا كيخلوا الدراري انهم يعيشوا في الاجواء النفسيه يخرجوهم منها، والحمد لله توج هذا الشيء بالصعود ديالنا القسم الوطني الاول. وكتعرف ان كازا يعني عندنا جوج فروع لرجل الوداد هما قاطره ديال كره القدم في سميتو، وفريق الوفاق هو قاطره كره القدم فوتسال. ونتمنوا ان شاء الله العام الجاي، يعني نحن وصلنا للقمه، وصلنا لهذه القمه، ولكن القمه كتبغي واحد الصمود باش بنادم يكمل في هذا المسار. وسمحوا لينا مع تبارك الله عليكم، الفرحه باينه عليكم على هذا. اذا شكرا لزوم تي في لنقل هذا الحدث، وصول لاعبين مدينه الزمامره اللي وصلوا الان العياء عليهم. كان ضربوا واحد المقابلات تقريبا كان عليهم واحد الضغط كبير، فكنا نشوفوا اللعابه تبارك الله يعني كيحسوا بواحد العياء، ولكن مجهودات جباره قاموا بها اللي خص ان شاء الله هاد المواهب هادو انها تكون عندها لما لا قاعه مغطاه هنا بمدينه الرحمه، خصوصا ان كنشوفوا هادو باش يحققوا الصعود وانهم كيمارسوا هاد كره القدم داخل القاعه في الفضاء، يعني ما عندوش معايير باش يمارسوا فيه كره القدم داخل القاعه، وبطبيعه الحال وكيوصلوا للقسم الوطني الاول. كنتمناو هذه رساله موجهه بطبيعه الحال لجميع المسؤولين باقليم الوسط، انه باش يوفروا لنا واحد القاعه مغطاه ان شاء الله عما قريب، باش نشوفوا بزاف ديال الفرق عندنا في منطقه الرحمه انهم كيمارسوا في كره القدم داخل القاعه. شكرا مره اخرى للمنبر الاعلامي زون تي في. قبل ما تخرجوا تابوناو على لاشين يوتيوب، بارطاجيو لا فيديو وديروا جيم، فعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد سوم تي في، وما تنساوش تشاركونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.